السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا على خير وبخير يا رب. معكم كريمة الحسين. حبيت أشارككم طريقتي الخاصة في تحضير البطبوط المغربي بطريقة بسيطة جدا. هنا حبيت أقدمه كمقبلات أو وجبة ممكن ناخدها في خرجات أو في رمضان. كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. عندي هنا 2 كوب من السميد الناعم اللي هو دقيق الفرخة. وعندي كوب من الدقيق الأبيض. وعندي ملعقة ملح وملعقة صغيرة من سكر وملعقة خميرة الفورية. وعندي كوب مية بنعجنه بكوب مَيّة دافية، يعني فاترة. وبنضل نزوّد حتى يتلم الخليط. عملت الكوب الأول ودحين بنحاول نحط التاني، وتضلي تلمّي وأنتِ تزوّدي وتعجني، يدلك كويس لمدة 10 دقايق 15 دقيقة وأنتِ بتعجنيه. خلاص يعني تقريبًا أخد منّي كوبين إلا شوية، يعني لسه بس شوية مَيّة في الكوب. خلاص هنخلّيه هنا لمّيته كده كويس، يعني شوف العجينة بتيجي متجانسة، بس مش يعني مش بتمسك في الإيد، بس خفيفة. وهنا رُحت أحضّر الحشوة. حطيت صدور دجاج مع ملعقة سمنة أو زبدة وشوية زيت. وأنا حطيت بس سمنة وشوية توم وبصلاية كبيرة. هن يعني نخلّيهم كده يتسبّكوا شوية مع بهارات الدجاج، بهار الدجاج أو أي توابل أنتم تفضّلوها. خلاص نغطّي عليه ونصير كل مرّة نقلّب، نقلّب حتى يعني يتحمّص الدجاج على نار عالية عشان ما يصيب زفارة أو أي شي. خلاص كل مرّة نقلّب ونشوف. هنا شُفت خلاص نشف من المَيّة الأولى، بس زوّدت عليه شوية مَيّة عشان يخلّي له صوص. ضبّطت الملح. وخلاص كل مرّة بنقلّب حتى نشوف إذا خلاص الدجاج استوى. أحط عليه شوية زيتون من غير عظم مقطع شرائح وفلفل ألوان ومشروم. وهنا هاحط يعني أي جبنة عندكم أنتم تفضلوها. هنا كان عندي جبنة سائلة مع جبنة الكرافت أو أي جبنة أنتم تفضلوها. وخلاص نخلط ونخلّيها تتسبّك شوية مع بعض. خلاص كده الحشوة صارت جاهزة. بنخلّيها يعني تصير دافية، ما هي باردة ولا هي سخنة. خلاص هنا العجينة خلاص خمرت الخميرة الأولى، ارتاحت طلعت في الخميرة. هنا ناخد الدقيق ونقسّمها بهذه الطريقة. أنا هنا العجينة هذه خرّجت لي 24 حبّة. يعني المفروض إنه تقطّعوا الخبز ويصير عندكم 24 حبّة. خلاص أنتم ممكن تمدّدوا العجينة وتقطّعوها بكوب أو قطّاع أو أي شيء، بس أنا هذه الطريقة بتجيني سهلة. خلاص بنصير نقطّع ونمرّر في الدقيق لمّاها بهذه الطريقة. نحاول إنه نخلّيهم متساويين، يعني ييجوا زي بعض. خلاص هنا خلّصت كل الكمية كوّرتها وبعدين هامدّدها بالدلاك بهذا الشكل أو بأي طريقة يعني، بأي شيء شوبك اللي أنتم تفضلوه. بناخد من الأولى للآخر، يعني أول واحدة أنا سويتها بناخدها بنرقّعها آخر رقّة، يعني مرّة تكون رفيعة. هنضل نعمل يعني واحدة ونلفّها ونمدّها عشان تيجي دائرية، ما نمد مرّة يعني في جهة واحدة. خلاص خلّصت كل الكمية. هنا هاغطّيها بفوطة تانية ونخلّيها تخمر المرّة الأخيرة. وخلاص ناخد هنا صفيحة ال ونحطها تسخن كويس. لمّا تسخن كويس بنحط عليها الكمية هذه ونصير كل دقيقة نقلّب. هي يا دوب نحطّها بعد عدة ثواني نقلّب. نصير كل مرّة نقلّب هنا ولهنا المرّة الأولى والمرّة التانية عشان تفتح معانا العجينة وما يصير فيها ثقوب.
لإنه لو خلّيناه على جهة واحدة ممكن يحدث كده فقاعات ويحصل فيها ثقوب ما تنفك من ما تصير كده مفكوكة على بعض، تمام؟ كل تانية نقلّب حتى شوفوا دحين لو أنتم تشوفوا معايا أهو صارت تنتفخ وخلاص بنقلّب بسرعة عشان هو بسرعة بيستوي، نار بتكون عالية، وبعدين لمّا نشوف النار خلاص سخنت كتير وكده ممكن نوطّي بس شوية في المرحلة دي، وخلاص هنا لو خلّصنا لو عملنا الكمية ممكن نزوّد أي قطعة تانية، خلاص اتحمّص شوية من الجهات نشيلها ونغطّيها بفوطة، ولمّا نكمّل كل القطع طبعًا هنا هاروح أقطّع خلاص صارت كلّها جاهزة، هنقطّعها المقص ونحشيه شوية طماطم وخس والحشوة اللي حضّرناها، بتكون دافية ما هي باردة، وبهذه الطريقة ممكن تاخدوها معاكم في خرجات، ممكن على فطور، على عشا، بالنسبة لرمضان هذه بتيجي رائعة الإفطار في رمضان، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب. خلاص نخلّص كل الكمية، أتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم تشاركوا معنا آراءكم، وتشوفونا من أنهي منطقة، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة يا رب. أستودعكم الله الذي لا ودائعه، في أمان الله، السلام عليكم، أشوفكم في وصفة جديدة إن شاء الله.